السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى يلقاكم في صحة جيدة وتكون اموركم مزيانة. وبما اننا في الوقيته ديال الحامض غادي نشارك معكم 3 ديال الطرق باش نحضروا الحامض المرقد اللي ما يمكنش نتخلوا عليه في الشهيوات ديالنا المغربيه. ضروري من الحامض المرقد اولا الحامض المصير كيف ما كيقولوا ليه في بعض البلايص، يا اما الحامض المرقد اولا الحامض المصير، ب3 ديال الطرق اللي وحده منهم كتوجد سور بلاص، يعني كدوزو طيبوا به في البلاصه بلا ما تسناو مده اطول. ويلا نبداو على بركه الله. بغيت نوريكم الفرق ما بين الحامض البلدي والحامض الرومي باش هكذا الناس اللي يعني ما تيفرقوش من بيناتهم يعرفوا كيفاش يميزوا. فاول حاجه الحامض البلدي ما تيكونش على طول العام، يعني تيكون فتره واحده في السنه، عكس على الحامض الرومي اللي تقدروا تلقاوه متوفر على طول السنه. فاول اختلاف فهنايا راهما مخلطين بجوجهم. فاول حاجه الحامض البلدي تيجي مكور، يعني مدور بحال هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، على العكس ديال الحامض البلدي الرومي عفوا فكيجي طويل كما شفتوا، يعني داير بحال الشكل ديالو اهليليجي على هذا الشكل. ها نتوما هذا رومي حتى هو، وهذا بلدي كيجي مدور. ثاني اختلاف بيناتهم اولا فرق هو هاد الطريبيشه هذه. فالحامض البلدي كلهم تتلقاو عندهم هاد الطريبشات هادو بحال هكا، يعني نفس الشكل تيكون عندهم كاملين نتوما شوفوا، على العكس ديال الحامض الرومي فما تتكونش عنده هذيك الطريبشه بنفس الشكل، يعني تتكون كيكون واحد شويه ديال الاختلاف. وحاجه اخرى اللي هي الريحه اللي مميزه. فالحامض البلدي تتكون الريحه ديالو كونسونطري مجهده بزاف بزاف، يعني الا قارنتوهم راه ما تيتقارنوش. هذا الريحه ديالو مجهده والمذاق ديالو حامض. فهذا الحامض البلدي ما تيستعملش نهائيا في العصير، على العكس ديال السيترون او الحامض الرومي فمخصص للعصير وما تيجيش به الحامض المصير نهائيا. واخا كاينين اللي تيصاوبوه ولكن ما تيجيش زوين، هذا هو اللي تيجي زوين. فاغتنموا ما حدو دابا متوفر ورخيص في الثمن ديالو. ويلا نبداو في اول طريقه. نبداو اول حاجه غادي نزولوا ليه هذا الجزء هذا وهذا الجزء هذا ما غاديش نستخدموهم، وغادي نحاولوا اننا نقطعوه شرائح اللي هي رقيقه بهذا السمك كما كتشوفوا. خذوا شي سكين يكون ماضي. هذا السكين انا عندي ما عجبنيش، غادي نغيره قطعوهم بحال هكذا. وغادي نحتاجوا القرعه تكون زجاجيه نقيه معقمه وناشفه من الماء، ما تنشفوهاش بشي منديل، حطوها تقطر حتى تنشف بوحديتها صافي. وغادي نبداو نوضعوا هاد الشرائح هادو ديالنا ديال الليمون بهذا الشكل هذا، وغادي نبداو نرشوا عليهم في الملحه. شوف الملحه ديالي انا اللي كنستعمل دايره بحال السنيده، رقيقه بزاف ومالحه زوينه. دابا نوريكم الامبراج ديالها في اخر الفيديو، رائعه جدا. غادي نضيف هكذايا شرائح ودائما مع واحد الرشيشه ديال الملحه، وغادي نستمر تقطع. دائما كنزولوا هاد الجزء هذا مع هاد الجزء هذا نخليوهم جانبا، وغادي نبداو نقطعوا الشرائح ديالنا. انا هنا استعملت الموس ديال الخبز، عطاني نتيجه رائعه الصراحه. احسن باش هكذا الحامض ديالنا ما تيتعصرش وكيطلق لينا العصير ديالو هنايا. صافي كل وحده عصرتوها ديروها مباشره، ما تخليوهاش باش ما يخرجش منها العصير ديالها. صافي بحال هكذايا غادي نضيفهم ونحاولوا اننا ندخلهم نوضعوهم هكذا ندكوهم. ودائما اضافه الملح، نتوما حاولوا تدكوهم مزيان وضيفوا الملح. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه هذه نقطع الحامض ديالي.
مستمرين هكذايا. كنوضعوا الليمون وكندكوه ضروري كما كتشوفوا. راه ملي كتهبطوه كيطلع عليه الماء ديالو لانه هو اللي كيطيب فيه. ما كنضيفوا ليه حنا حتى شي مكون اخر من غير الملح صافي. وكنحاولوا نضغطوا عليه باش هكا يعوم عليه الماء ديالو. نديروا كميه ديال الحامض اللي غادي تخلي القرعه تجي تسد مزيان صافي. في هذه المرحله هذه غادي ناخذوا السلوفان والبلاستيك الغذائي وغادي نديروا الشكل هذا. نحاولوا نسدوا به مزيان، يعني ما نخليوش نهائيا الهواء. نضغطوا ونزيروا بلاستيك باش ما يدخلش ليه الهواء، لان الهواء كيخليه يخسر بسرعه. كما شفتوا فانا سربت منه الهواء وجبت عليه بلاستيك لاصق. نجيب الغطاء ديالي ونحكم الغلق بهذه الطريقه هذه صافي. نتوما الشكل ديالو كيفاش كيجي. كنوضعوه في البلاكار 3 ايام 4 ايام كتلقاوه ولا عندكم مصير وواجد انكم طيبوا به الشهوات ديالكم. نقدروا ان شاء الله الحمض المرقد على الطريقه المراكشيه، يعني كيجي واحد الحامض اللي هو معسل. فاول حاجه كناخذوا الحامض ضروري يكون حامض بلدي، ما يكونش الحامض الرومي. في حاجه كنحتاجوا طبعا القاروره اللي غادي نستعملوا، وضروري تكون ديال الزاج اللي مغسوله ومعقمه، وضروري تكون ناشفه حتى من الماء ما يكونش فيها الماء نهائيا. وكنحتاجوا طبعا الملح. كناخذوا الحامض ديالنا بهذا الشكل هذا، كناخذوه وكنحاولوا اننا نقطعوه نصفين، ولكن ما كنوصلوش حتى الاسفل. كنعاودوا نقلبوا الحامضه وكنقطعوها على الجهه المعاكسه. هذه هي الطريقه ديال الام ديالي اللي ما كيخسرش بها، يعني كنفتحوه مره من هنا ومره من هنا في الجهه المعاكسه بهذا الشكل هذا. ماشي بجوج هما هكا، لا، وحده هكا ووحده هكا، وما توصلوش باش ما يتقسمش ليكم بهذه الطريقه هذه. الكميه ديال الحامض اللي عندي، ودابا غادي ندوز باش نعمرها في القرعه. هنايا خليت هذه الكميه هذه باش نوريكم شنو هو الدور ديالها من بعد. كناخذوا الحامضه ديالنا وكنفتحوها بهذا الشكل هذا، وكنديروا فيها ملعقه صغيره ديال الملح هكا في الداخل. كنعاودوا نفتحوها من الجهه الاخرى وكنوضعوا فيها ملعقه صغيره اخرى، ما تكونش مملوءه جيدا ديال الملح بهذه الطريقه هذه. فكما شفتوا كيكون كله عامر بالملح، يعني ماشي الملح كنديروه غير في هذا الجزء هذا وهنايا ما كيوصلش الملح وبالتالي كيقدر يخسر. وغادي نوضعوه في القرعه بهذا الشكل. دائما ملعقه صغيره ديال الملح من هذه الجهه وملعقه صغيره ديال الملح من الجهه الاخرى، وغادي نوضعوهم في القرعه ديالنا. يعني وقت ما بغينا نوضعوا شي حامضه كيخصنا ندكوها مزيان بهذا الشكل هذا، ندكوه جيدا. هي القرعه هي عمرات كما كتشوفوا، وضروري من الدكان دكوها كما شفتوا. هنايا خاصها تكون مزيره، الحامض يكون مزير. غلفتها هنايا بالبلاستيك الغذائي ولا السلوفان كما كتشوفوا، وغادي نسد عليها وغادي نرجع ليها من بعد نهار باش حيت هذا الحامض هذا غادي يهبط، وغادي نعاود نزيد حامض اخر باش هذا العصير هذا كله غادي يطلع الماء وغادي يطيب لينا الحامض في العصير ديالو. الا ما درتوش هذه الخطوه هذه بحال الا ما درتو والو، لان هذاك الحامض اللي من الفوق اللي كاين هنايا كله غادي يغمل وغادي يخسر. لذلك ضروري من بعد نهار غادي ترجعوا وغادي تحاولوا انكم تهبطوا الزيتون الحامض، وتعاودوا تزيدوا واحد 2 حبات ديال الحامض باش هكذا يغرق ويطلق العصير ويطيب فيه. الحامض اللي تبقى لينا كنحتفظوا به وكنخليوه حتى النهار الموالي باش هكذا كنستعملوه وكنزيدوه في رجعت الحامض حليت عليه، وكما كتشوفوا كيكون هبط المستوى ديالو. وشوفوا
شحال ديال الماء طلق. فهنايا غادي نجيب الحامض اللي تبقى ليا، غادي نعاود ندير ليه نفس القضيه. فالمشكل اللي كيوقع هو اننا كنعمروه المره الاولى وكنخليوه، فهاد الحامض هذا اللي في الاعلى غادي يغمل وغادي يخسر. لذلك خاصنا نزيدو مازال ندكوه. ها نتوما شوفوا راه كنضغط عليه وكيعطيني مازال البلاصه فين نزيد حامض اخر. من بعد ما كملت كميه ديال الحامض ديالي كامله وضغطته مزيان حتى كيطلع عليه السائل ديالو او العصير ديالو كما كتشوفوا هنايا. والحيله باش تضمنوا انه ما غاديش يخسر لكم، هنايا عندي العويدات ديال الشوا معروفين هادو كما كتشوفوا، فكناخذهم وغادي نقسمهم على جوج بهذا الشكل. نحاول نجيب قسمه في النص هكذايا. وهاد العويدات هادو غادي نحاول انني ندخلهم في الداخل ديال القرعه بهذا الشكل هذا، لانهم هما طريين فكيطرطاو كيعطيونا الطوع بهذا الشكل. نتمنى ان الصوره تكون واضحه. راه ديجا درت انا واحد بحال هكذا. غادي نحاول نضغط به هذاك الحامض بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. ها هو وضعته. غادي نزيد الاخر بنفس الطريقه باش يبقى لينا الحامض مغموس في العصير، ما يطلعش الحامض من الفوق كما شفتوا. غادي نحاول ندير هنايا غندير واحد 4 ديال العويدات بهذا الشكل، يعني نحاول انني نوضعهم مخالفين بهذه الطريقه كما كيبان لكم. فدرت هنايا مجموعه من العويدات على شكل فيه وكيخليو لينا الحامض يبقى مغموس في السائل باش ما يطلعش من فوق منه ويخسر ويغمال وكتولي عليه واحد الطبقه خضراء. فبهذه الطريقه هذه ما كيخسرش نهائيا، يعني طريقه اللي صراحه ذكيه جدا جدا. نتمنى انكم تجربوها. صافي سالينا دابا من التحضير ديالو. اضافه وحده اللي غندير هي زيت الزيتون. غادي نضيف ملعقه كبيره هكذا في الاعلى باش هي كدير واحد الطبقه من الفوق وكتمنع ان الهواء يتصل مع الحامض ديالنا بهذا الشكل كما شفتوا. درت هنايا طبقه ديال الزيت الزيتون وغادي ندوز نغلق القرعه ديالي. غندير لها واحد طبقه كذلك ديال البلاستيك لانه دابا محمي. نحاول انني نخرج الهواء بهذا الشكل. صافي وغادي ندوز نغلق القرعه ديالي وغنديرها في البلاكار مكان يكون مظلم ما فيهش الرطوبه وكيستغرق تقريبا مينيموم شهر راه كيكون واجد على حسب الحامض، واش الجلده ديالو غليظه وكيفاش يعني واش الجلده ديالو رقيقه. فيقدر يجلس لكم ما بين شهر وشهر ونص وكيكون واجد. تحضروا به الشيوات ديالكم. كذلك واحد الملاحظه هي ان هذا الحامض المرقد او الحامض المسير ما تيخسرش، يعني يقدر يبقى لكم 3 سنين 4 سنين ما تيبقى ليه والو. ومع المده كيزيد اللون ديالو كيتغلق وكيولي اللون ديالو مغلوق يعني بني غامق. فما تخلعوش، راه بالعكس عاد ما كيزيد يزيان وكيزيد يتعسل وكيولي يا سلام الطنجيه كيجي رائع. حنايا هنايا في مراكش كيتباع عندنا الحامض مرقد اللون ديالو بني كيستعملوه للطنجيه كيجي رائع جدا جدا. بهذه الطريقه هذه فكناخذوا الحامض ديالنا من بعد ما كنغسلوه مزيان ما يبقاش فيه الاوساخ كما شفتوا. غادي نوضعوه في كاسرونه اولا في كاميله اولا في طنجره الضغط كوكوط اللي بغيتو. انا غنستعمل غير هذه الكاميله. ومن بعد غادي ناخذوا كيردون اولا سكين اللي بغيتو وغادي نحاولوا اننا نتكوه بهذه الطريقه، يعني نديروا فيه ثقوب بهذا الشكل هذا كامل نتكوه. غادي ندير فيه واحد الكميه ديال الماء يعني غير يوصل النص ديالو بهذا الشكل هذا. غادي نضيف ليه تقريبا واحد الملعقه صغيره ديال الملح عامره بهذا الشكل هذا. نزيد واحد شويه وهنايا غنضيف بعض المكونات اللي كيبقاو اختياريين الا مبغيتوش تنسمو حتى شي حاجه تسخنوا عليها. عندي هنايا ورق الران وجوج ديال الفلفلات حارين
صافي غنديرو معاه. غادي نغطي على القميله ديالي ونديرها تطبخ. هنايا الحامض هو اصبح موجود. من بعد ما كتخليوه تقريبا خليته واحد 15 دقيقه كما كتشوفوا. صافي كتولي هذيك القشره ديالو طريه. غادي نحتاج هنايا قريعات ديال الدجاج اللي يكونوا نقيين. غادي ناخذوا الحبات ديال الحامض ونوضعوهم في هاد القرعه هذه. كما كتشوفوا راه كيتبدل ليه اللون ديالو. نحاولوا هكذا نوضعوهم بلا ما نضغطوهم لانه ما بغيناش يخسر ليهم الشكل ديالهم. غادي ندير هنايا الكميه المتبقيه بنفس الطريقه. وهذا الماء هذا اللي كيتبقى لينا غادي نحاولوا اننا نوضعوه من الفوق. وكذلك غادي نوضع هذه الورقه هذه ديال الرند. غادي نزيد الملح. ضروري ان الحامض يكون مغطي بالماء. وهنايا غادي ناخذ الحامض وغادي نعصر منه مع الحامض اللي في القرعه. هكذا واحد نص حامضه غادي نعصرها. صافي وهذا راه هو واجد. فقط تسناو عليه واحد الساعه، يعني خليوه واحد الساعه وتقدروا تستهلكوه مباشره. هادو هما الطرق بثلاثه اللي شاركت معكم. ابتداء من الطريقه الفوريه يعني اللي كيوجد في ساعته، كذلك اللي كيوجد في 4 ايام 5 ايام حتى الاسبوع كاع بالكثير كيكون واجد، والطريقه التقليديه اللي كتستهلك شويه ديال الوقت يعني تقريبا شهر حتى شهر ونص وكيكون واجد. فكل هذه الطرق هذه صحيه ممتازه جدا وشي حاجه ديال الدار اللي ما يمكنش نستغناو عليها في الطبخ ديالنا. كنتمنى ان شاء الله الفيديو يكون في المستوى المطلوب وتكونوا استفدتوا منه. كالعاده اذا كان عندكم اي استفسارات او اسئله ولا تعليقات خليوها لي في الاسفل، فانا كنقرا جميع التعاليق ديالكم وكنستفد منها وكنجاوب كذلك الاخوات اللي كيكون عندهم اي اسئله. خليتكم على خير، بسلام عليكم وبصحه والراحه. واللي طبقات اي طريقه من هذه الطرق تشاركها معايا في الانستغرام. الكونت ديالي هو مرسول الطبخ تيري بلويت. كنكون حاضره في ستوريات كل نهار.